أعزائي المشاهدين، احنا النهارده مجتمعين عشان نقدم حلول لمشكلة مصر. أستاذ أنور نور، الحل ايه اللي انت شايفه بالنسبة للكهرباء؟ الكهرباء هي مشكلة كبيرة، بس احنا وجدنا حل. الحل ده ده هيبقى الحل. كشاف لكل مواطن بإذن الله. هنوصل لكل مواطن كشاف، وهيبقى من غير حجار بشحن بإذن الله. وإن شاء الله بإذن الله في خلال سنة كل مواطن هيبقى معاه كشاف. وبعد ما نعمل برنامج كل مواطن كشاف هنعمل لكل طفل كشاف. بالنسبة لك ده الحل؟ إن شاء الله بإذن الله. نشحنهم نعم. أستاذ عطوة أبو مطوع هيقدم لنا حل لمشكلة الانفلات في الشارع الآن. وفي أحلى من الانفلات وألذ من الانفلات. يا سلام على الانفلات. ده التحرش الوقت بقى في كل حتة، في كل بيت وفي كل حارة وفي كل شارع في تحرش. وسلام بقى، يا سلام بقى على البلطجة. البلطجة كده يبقى معمر دماغه، حشيش جاي له من حيث لا يعلم، بنكه ماشي، ده ماشي ده ماشي، تبلاش كله متوفر. انت شايف الانفلات الامني في الحشيش والتحرش الجنسي؟ يا سلام، كله ماشي كله ماشي. والحل عندي. ده الحل بالنسبة الحل عندي. عطوة أبو مطوة. ما سألتنيش الحل هو ايه حضرتك؟ هو ايه؟ مطوة كل مواطن، والصلاة على النبي بقى، والجدع يا قرب. عندك بك شكر حاجة؟ ده الحل بالنسبة لك؟ ايوه. أستاذ سبرتو، الحل ايه بالنسبة لأزمة البترول الآن؟ يا فندم المشكلة بسيطة جدا، مش عارف الناس مكبراها ليه؟ ايه يعني ما ركبتش عربية امشي، ماله المشي؟ وبالنسبة اللي شايل أحمال ما في أكتر من الحمير والجبال، عضم برسيم وأحط الحمل وأمشي وأخد الحمار وأمشي. الحل عندي يا ستاني، حمار لكل مواطن. أنت عايزنا نرجع لعصر الجاهلية. مش عارف والله. أستاذ إبراهيم النهري، كلمنا عن حل المياه الآن بعد بناء سد أثيوبيا. إن شاء الله إحنا توصلنا لحل نهائي، ألا وهو إجازة فاضية لكل مواطن. وهناخد فكرة النافورة اللي هي ميتها منها فيها. إزاي؟ يعني لما نحب نعمل بيبي نعمل في الإزازة الفاضية ونحوش البيبي لغاية لما نعتق، ولما نعتق نشرب، ومن هنا هتتكرر الدورة منها فيها، ومش هنحتاج ساعتها للمية بتاعة السد. وانت أول واحد هتشرب البيبي يا أستاذنا؟ أكيد لو ما تلاقيش مية أبقى أول واحد يشرب البيبي. ده الحل بالنسبة لأستاذنا. شكرا. ولع لك شمعة، ولع لك شمعة، ولع لك شمعة، ولع لك شمعة.